السلام عليكم يا شباب، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا شباب، عشان نكون واضحين مع بعض، الدعوات التجاريه ودعوات العمل لازم يكون عندك شركه في البلد اللي انت مقيم فيها عشان نعرف نعمل لك دعوه عمل، حضور مؤتمرات، حضور معارض، آه، او دعوه العمل اللي انت جاي تستورد بروتين، تستورد لحوم، تستورد بن، تستورد سكر، تستورد الحاجات دي. فما فيش حاجه اسمها دعوه عمل وانا اتكفل اكتب في اللي انا متكفل. انا الشركه بتاعتي موثقه، تمام؟ فما ينفعش اقول ان انا متكفل. انا شركه سياحيه بتاخد فلوس، يعني بتعمل شغل عشان تاخد فلوس. فازاي تقول لي انت اعمل لي دعوه عمل اللي هي جايه تعمل بيزنس وانت اللي متكفل بيها؟ ده ما يعقلش خالص. يعني السفارة هتبلغ عني هنا وهيبقى كلام مش مظبوط خالص، تمام؟ فديت هسمعكم المقابلة اللي حصل مع عميلة خدت دعوة سياحية وخطة سفر وحجزت لها الفنادق والطيران مؤكد، فاسمعوا معايا. السلام عليكم أستاذ عمر، يعطيك العافية. كيفك؟ الحمد لله، رحت المقابلة كانت الأمور كلها تمام. قدمت الورق. الحلو إنه سمعتني باهتمام، يعني صارت تسألني. لما جاوبها ما حاولت تقاطعني. أخذت الورق صارت تقلب فيهم وكشف الحساب وبكل HR لتر كل شي. وقت وصلت عن الدعوة اللي انت بعتها حضرتك والخطة السفر، عملت سألتني عنه. فأنا طبعا مثل ما انت وصيتني، أنا كنت تقريبا دارسة خطة السفر، عارفة الأماكن اللي حروح عليها، جاوبتها. وبعد ما شافتهم سكتت، قالت لي بتعرفي الشركة واثقة منها؟ أعطيتها أوراق شركتك، قلت لها طبعا تأكدنا من الشركة ومسجلة بوزارة السياحة وكل أمورها تمام، وأنا معي أصل الدعوة وأصل خطة السفر. أعطيتها إياهم يلي حضرتك شحنتهم بالDHL، مسكتهم باهتمام شديد، يعني كتير، يعني حتى نظرة عينها تغيرت بشكل ملحوظ، يعني أخذتهم باهتمام. طلعت فيهم، قالت لي هذا الشيء كتير كتير ممتاز، قالت لي هذا الملف لوحده يدعم ملفك بشكل كتير كبير. قالت لي بدك تسمحي لي بدي آخذ الأصل وأحطه لورقك لأنه أنت المستفيدة. طلعت لقيت الختم ولقيت التصديق، قالت لي هدول مختومين ومصدقين من البرازيل. قلت لها أيوة، هو بعت لي إياهم شحنهم DHL الأصليات هدول. فكتير كتير اهتمت بالموضوع ولفتوا نظرها. فشكرا كتير لحضرتك، وإن شاء الله يا رب انتظار الرد، وإن شاء الله خير يا رب. يعني حقيقي الدعوة وخطة السفر لفتوا نظرها كتير، تصديقات اهتمام، يعني حتى طلعت باسمك وباسم الشركة باهتمام. فهمتني؟ فإن شاء الله خير يا رب، ربي ييسرها، وشكرا كتير لك. طيب يا شباب، معنى اللي انا بعت لك دعوة، انا بكون قدام القانون البرازيلي ملزم بالعقد اللي انا بكتبه بيني وبينك، اللي هي الدعوة وخطة السفر والبرنامج السياحي موثق في الثلاث جهات حكومية، تمام؟ فدي كانت مقابلة الحمد لله من اول امبارح. فان شاء الله تاخد التأشيرة على خير. واحنا دعوات وخطة السفر بتساعد تقوي ملفك، واحنا بنقوم بجولات سياحية هنا لما بتيجي، وبنستقبلك في المطار، وكل اتفاق في العقد بنعمله، تمام؟ اللي هي الدعوة السياحية. دعوة التجارية او دعوة العمل لازما يكون عندك شركة في بلدك اللي انت مقيم فيها، واحنا بنقدم خدمات التأشيرة، بنساعدك، تمام؟ والقرار الاول والاخير للسفارة مش ليا، تمام؟ فما ينفعش تقول لي اعمل وبعدين تاخد فلوس. لا، انا بقوم بشغلي على اكمل وجه، وانا باخد اتعابي، انا ما بضلش بحد. فالقرار الاول والنهائي للسفارة، تمام؟ فاي حد محتاج خدمات لوجستية يتواصل معايا. سلام.